هي الوطنيه طلعت فعلا بنزينه ولا ايه يا كابتن هنا ابو ريده؟ الهارب يعود من جديد لتدريب منتخب مصر. لا مش كده وبس، بقى عندنا 2 مدربين، لا 2 جهازين فنيين لمنتخب مصر، واحنا نختار ما بينهم في اي حاجه احنا رايحينها. كلمونا الكلام بتاعنا، الكلام السهل السلس الشعبي ده، كلمونا بالحقائق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم احبابي واصدقائي، برحب بكم اشرف المصري. وما تنساش في البدايه الصلاه والسلام على الرسول الكريم، تدعي لاخواتنا في ارض العزه، توصل الفيديو ده ل1000 لايك، اكون شاكر جدا ليك. يا كابتن ايه هي قصه رحيل امام عاشور ووسام ابو علي من النادي الاهلي؟ في البدايه كده احبك تقول رايك في الكومنتات تحت، وتقول لي هل لو جه عرض كبير لامام عاشور او وسام ابو علي يعدي ال 10 مليون دولار، هل انت توافق على رحيلهم ولا لا؟ وتعالى بقى نقول قصه امام. هل امام جاله عرض للنادي الاهلي؟ احب اقول لك مفيش اي عروض جت لامام عاشور الفتره دي، كل ما فيها وكيل امام عاشور اعتقد احمد يحيى يعني بيطلع اخباره، بيسرب اخبار للناس ان امام ممكن يجي له عرض ياخد 5 مليون 6 مليون دولار، والنادي الاهلي برضه ياخد له مبلغ كبير في اعاره او في بيع نهائي. الكلام كله طالع من وكيل اللاعب علشان خاطر يعني يتم ترضيه امام الفتره اللي جايه بشكل كبير. واساسا النادي الاهلي كان اعلن من فتره انه هيتم تعديل عقد امام عاشور ويتم تمديده كمان سنتين، لكن ولنفترض جه لامام عرض كبير في الاعاره 5 او 6 مليون دولار، انا عن نفسي كاشرف ارحب بهذا العرض، لان اي لاعب يجي له عرض كبير الموسم اللي بعده على طول لو ما مشيش الموسم اللي بعده بيأدي بشكل سيء جدا، وبالتالي مش عايزين نكرر حاجات حصلت قبل كده. نفس الكلام على وسام ابو علي، مفيش اي عرض رسمي جه النادي الاهلي، ولكن في شركات قدمت عروض لوسام ان هو ممكن يروح الدوري الايطالي او الدوري الالماني او غيره من الدوريات، والاخص يعني ايطالي الماني وفرنسي. الثلاث دوريات دول ممكن وسام ابو علي يكون موجود فيهم الموسم اللي جاي، بس على شرط ان النادي الاهلي يسمح بانتقال وسام يعني بمبلغ 6 او 7 مليون دولار، مش هيكون اكتر من كده، لان لو جه وسام عرض من الخليج هيكون اكتر من كده بكتير. وبرضه من وجهه نظري احنا شفنا وسام السنه اللي فاتت كان عامل ازاي، السنه دي لما ما خرجش في بدايه الموسم شفنا تدهور كبير في وسام ابو علي، ولكن بدا يفوق الفتره الاخيره. اتمنى ان شاء الله باذن الله بعد كاس العالم للانديه وسام يكون يعني ادى بشكل افضل حاجه عنده، يجي له عرض ان شاء الله باذن الله والاهلي يسمح بانتقاله، وكمان نجيب مهاجم قوي جدا. وقبل ما نروح لدفاع النادي الاهلي، في خبر بيقول انه حسام عبد المجيد هيجي له عرض بعد شهر او شهرين من دلوقتي احد الدوريات الاجنبيه علشان خاطر ينتقل من نادي الزمالك. تفتكر ان ده ممكن يحصل؟ لا مش ان هو ينتقل، ان هو يعود في الانتقال مره ثانيه، لان احنا عندنا مشكله في دفاعات النادي الاهلي. وتعالى حبيب قلبي، الاهلي حاليا بنسبه 99% خلص في الجزار مدافع غزل المحله، يعني خلاص الراجل تقريبا شبه تقريبا كده موجود في النادي الاهلي حاليا. وكلام في كلام كتير طالع على عمر فايد اللي كان بيلعب مع منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي، راجل يعني لاعب شاب جدا، شاب واعد يقدر يقدم مستويات كبيره، راجل كده بسم الله ما شاء الله، نفس ستايل احمد حجازي اول ما طلع، مع الفرق ان احمد حجازي كان بيلعب كره على الارض افضل بكتير من عمر فايد، ولكن ينفع ان الراجل ده يتطور ويكون موجود بشكل قوي الفترات اللي جايه. هل يجي النادي الاهلي؟ طبعا كان في كلام عنه قبل كده ايام ما كان لسه بيلعب في المقاولين العرب. حاليا بنسبه كبيره جدا ممكن عمر فايد يكون موجود، ولكن كمان في يعني مفاضله ما بينه وما بين ياسين مرعي لاعب البنك الاهلي. هنشوف الكلام هيروح على فين وهيجي منين، ولو انت سالتني اقول لك نجيب الثلاثه، الجزار وعمر فايد وياسين مرعي، لان الكلام اللي طالع على زين الدين بالعيد وان الاهلي ممكن يدخل فيه مره ثانيه والكلام ده يعني انا ما اتمنهوش. كفايه عندنا راجل مدافع اجنبي يعني كفايه قوي كده، شكرا، ندور في مكان ثاني ان شاء الله باذن الله يفيدنا فيه الاجانب. بما اننا لسه بنتكلم في دفاع النادي الاهلي، فاحنا عارفين ان مصطفى العش مفترض ان هو هيرجع لفريقه مره ثانيه، فريق زد، خلاص الشهر الجاي ولا الشهر اللي بعده يرجع ليهم من الاعاره بتاعه النادي الاهلي. فالنادي الاهلي حاليا بيعرض شويه عروض كده على زد، لسه الكلام ده شفهي فقط لا غير، الكلام ده ماهوش يعني كلام رسمي، سواء كان الاهلي عرض سواء كان كريستو او كان رضا سليم او ندفيد، وان كان ندفيد ممكن يروح سيراميكا مع الكابتن علي ماهر ويكون في مفاضله ما بينه وبين محمد شكري، او يعني حاجه كده تتم ندفيد ويروح شكري يجي عندنا مع مبلغ قليل ممكن يدفع. كمان الناحيه الثانيه زد ممكن ياخد كريستو ورضا سليم على سبيل الاعاره، او كريستو بيع ورضا سليم اعاره. خلي بالك احنا كنا جايبين كريستو باكتر من 1.5 مليون دولار، وكنا جايبين رضا سليم تقريبا 2 مليون دولار، فانت بتتكلم في ارقام كبيره جدا ان هم يروحوا كاعاره او واحد بيع نهائي او واحد اعاره وواحد بيع ويجي مكانه مصطفى العش وتدفع مبلغ مالي. الموضوع صعب جدا ولكن للاسف هي دي الاسعار اللي موجوده، وللاسف السوق بتاعنا ما عادش فيه مدافعين تقدر تقول عليهم المدافعين اللي يقدروا يشيلوا دفاعات النادي الاهلي، علشان كده مجبر اخاك لا بطل. قبل ما نروح لقصه منتخب مصر والاثنين مدربين اللي موجودين فيه، تعالى معايا كده نعدي بس على نادي الزمالك سريعا. جوزيه جوميز كان طلع قبل ما يمشي من نادي الزمالك قال لك انا جبت ازايز ميه على حسابي لنادي الزمالك عشان خاطر انا حابب النادي ده وكنت حابب اكمل فيه، والراجل ده حاليا رفع قضيه على نادي الزمالك، هو والمساعدين بتوعه تقريبا عايزين حق ازايز الميه، يعني هو بس عذر يعني هي بس للهزار فقط لا غير، هو مش عايزين حق ازايز الميه ولا حاجه، هم ليهم 120 الف دولار لنادي على نادي الزمالك، يعني هيندفعوا خلاص 60 الف ليه جوميز و60 الف لجهازه الفني، فانت بتتكلم يعني مبلغ اعتقد ان هو هيكون مبلغ قليل. احنا شايفين الزمالك بسم الله ما شاء الله يعني واقع على مغاره علي بابا، لسه دافع 2 مليون يورو للفيفا سواء كان لباتشيكو او خالد بوطيب، فعادي يعني ما
كانتش في 120,000 يعني. لكن الخبر اللي بعده برضه عن نادي الزمالك، عبد الله السعيد، الناس كلها اتكلمت عنه انه ما بيحضرش تدريبات نادي الزمالك، ان عبد الله السعيد مش هيلعب ماتش بيراميدز في نهائي الكاس. ما شفناش اي غرامات طلعت مثلا من نادي الزمالك زي ما حصل على كلام مع زيزو. ما شفناش مثلا طلع قال لك اصل الراجل دوت يتشال صورته وتترمي تحت الاقدام، الراجل قال لك انا عايز مبلغ مالي معين، مش اديتني المبلغ ده انا ماشي من عندك. اعتقد نفس قصه زيزو بالظبط، ولكن الفكره كلها ان زيزو ارتبط اسمه بالنادي الاهلي، اللي حاليا النادي الاهلي مطلع كلام يعني بيقول لك احنا بنفكر ان احنا نتعاقد مع زيزو. يعني بصراحه انا شايفها صفقه تبقى قويه لو تمت للنادي الاهلي. تعال بقى نروح لقصه الراجل الهارب اللي رجع منتخب مصر تاني، وقصه الاثنين مدربين فنيين او الاثنين جاهزين اللي موجودين لمنتخب مصر، ونختار ما بينهم. كابتن حسام حسن مفترض ان هو يكون موجود مع منتخب مصر في كاس افريقيا اللي هيتلعب في المغرب من اول يوم 22 ديسمبر اللي جاي. البطوله هتبدا يوم 21 ديسمبر، يعني 21/12 نهايه السنه، ومصر هتلعب تاني يوم مباشره اعتقد مع زيمبابوي يوم 22 ديسمبر. وبالتالي منتخب مربوط في شهر 12 انه لازم يعمل ماتشات وديه، ولازم يكون المنتخب كله جاهز لبطوله افريقيا. هنا بقى قرر الاتحاد المصري لكره القدم ان احنا نلعب بطوله كاس العرب اللي هتتلعب في قطر في الفتره ما بين 1 ديسمبر ل 18 ديسمبر، يعني نهايه البطوله هتكون يوم 18/12، واحنا هنلعب اول ماتش في افريقيا يوم 22/12. والفرق بين الاثنين 4 ايام فقط لا غير، نهائي البطوله دي وبدايه البطوله دي. وكمان ساعتها مفترض منتخب مصر مش هيلعب بالنجوم المحترفه في الخارج، وساعتها هيلعب باللعيبه المحليين فقط لا غير. فهنا هيبقى في مشكله عند الكابتن حسام حسن ان هو يضل موجود لحد يوم 18 في قطر، ثم يطلع بعد كده يروح الى المغرب، ودي منافسات قويه جدا جدا كاس العرب، ثم تطلع لمنافسات قويه جدا جدا وهي افريقيا. هنا قرر الاتحاد المصري ان هو يعين مدير فني جديد لمنتخب مصر، ولكن يكون منتخب محليين فقط لا غير، بعيدا عن كل الاسماء اللي هياخدها الكابتن حسام حسن قياده الكابتن حلمي طولان. انا فرحان جدا لكابتن حلمي طولان، ولكن انا شايف تخبط كبير جدا جدا موجود في الفتره ديت. يعني كابتن حلمي طولان هيكون معاه احمد حسن مدير للمنتخب، ماهوش طبعا مدرب، هيكون مدير للمنتخب، ومعاه الكابتن عصام الحضري الهارب اللي كان موجود قبل كده مع المنتخب الاولمبي، وساب المنتخب ومشي وراح منتخب سوريا، وقال لك يعني معلش بقى احنا يعني انا عايز اكون في سوريا، وان انا عايز العب يعني منتخب اساسي واكون في منتخب كبير وغيره، وساب منتخب مصر وهرب ساعتها والدنيا كلها قامت عليه. لكن احنا بسم الله ما شاء الله يعني اتحاد الكوره ما بيتعلمش، والكابتن هاني ابو ريده اعتقد ما بيتعلمش اي حاجه خالص من النادي الاهلي او حتى من اي حد يعني عنده ذره وطنيه فقط لا غير. يعني ان هو الراجل ده سابك وهرب في يوم من الايام، ازاي ترجع تجيبه مره ثانيه؟ ولا احنا خدنا على كده وتعودنا؟ هل انت موافق على عوده عصام الحضري ويكون موجود ولا لا؟ مستني رايك انت كمان. وما تنساش في الختام الصلاه والسلام على رسول الكريم، وتعمل لينا لايك وتصلي وتسلم على رسول وتدعي لاخواتنا في ارض العزه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.